مساء الفل عليكم. جربت تقف في المترو من رمسيس للمعادي؟ تخيل بقى واحد واقف 115 دقيقة، مش زحمة، مش شمس، مش كعب عالي، لا، واقف علشان التاريخ. احنا هنا بنقف علشان العيش، علشان المرتب، علشان نطلع تصريح، انما الراجل ده واقف علشان يقول انا فاكر اللي انتوا ناسيينه. احنا بقينا في زمن الكورة بتشرح التاريخ، والتاريخ محتاج فار علشان يبان. يعني ايه؟ يعني واحد واقف في المدرج ساكت رافع ايده، لا بيشتم حكم ولا بيقول يا رب، قلب الدنيا في 90 دقيقة لعب عقيم. الناس فاكرة ان ده مشجع متجمد، لا يا حبيبي، ده تمثال سياسي متنكر في تيشيرت كورة. ده مش بيشجع فريق، ده بيشجع تاريخ. تعال بقى نحكي الحكاية من الأول. واحد كونغولي اسمه ميشيل كوكا مبولادينجا، لقبه لومومبا، واقف في المدرج رافع ايده طول الماتش 115 دقيقة، يعني أطول من خطبة سياسي وهو بيقول أنا حاسس بيكم. الراجل ده مش بيعمل شو، ده بيقولك أنا فاكر ومش ناسي ومش هقعد. واقف كده كأنه بيقول الاستعمار خرج من الباب بس لسه قاعد على الكنبة. الناس قالت ده تمثال، ده متجمد، ده اي. لا يا جماعة، ده ضمير بشري شغال مانيوال، واقف من غير بطارية، من غير واي فاي، من غير رعاة رسميين، واقف علشان يفتكر زعيم اتقتل واتدوب واتمسح بس لسه عامل ترند من غير سوشيال ميديا. لومومبا مش اسم شارع ولا ميدان، ده زعيم قرر يقول لا. واحنا عارفين اللي بيقول لا في السياسة بيتحط له نقطة آخر السطر بدري. لومومبا قال الكونغو مش عزبة، والثروات مش للخواجات، والاستقلال مش صورة سيلفي. فبلجيكا قالت له حلو الكلام ده، بس تعالى هنا بقى. لومومبا اتولد 2 يوليو 1925 في الكونغو. وقتها كانت الكونغو اسمها ممتلكات بلجيكا الخاصة، يعني مش دولة، دي فاتورة. في 1958 لومومبا يعمل حاجة خطيرة جدا، يعمل أول حزب سياسي وطني حقيقي اسمه الحركة الوطنية الكونغولية، يعني الكونغو للكونغوليين. أوروبا سمعت الجملة دي قالت إحنا مش مرتاحين للكلام ده. في 1959 الشعب يتحمس، بلجيكا تقول انتخابات بقى وكده ماشي، القوميين يقولوا ده نصب، يحصل قمع، ناس تموت، ولومومبا 30 أكتوبر 1959 يتحبس بتهمة التحريض. أصل مفيش تهمة أخطر من إنك تخلي الناس تفكر. باتريس لومومبا راجل قال بلدي مش للبيع. أي زعيم في أفريقيا يقول ثرواتنا لينا، قراراتنا بإيدينا، يتقال عليه فورا شعبوي، خطر، محتاج ديمقراطية عاجلة بالرصاص. 30 يونيو 1960 استقلال الكونغو رسميا، وبعديها بأيام لومومبا بقى أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو، يعني الشعب اختاره، الانتخابات جابته، التاريخ سجله. وده طبعا خطر جدا. في 5 سبتمبر 1960 الرئيس كاسافوبو يقول أنا عزلت لومومبا. لومومبا يقول أنت مين أصلا؟ الدولة تقول إحنا تايهين، الجيش يقول إحنا موجودين. ووسط كل ده في دولة قررت ما تبقاش كومبارس. جمال عبد الناصر قال العيلة دي ما تتهنش. عبد الناصر ما قالش نشوف موقف دولي، نعمل لجنة، نستنى بيان إدانة، قال هاتوا العيال. احنا يمكن نختلف على حاجات كتير، بس لما بنيجي في الكرامة بنقف حتى لو العالم كله قاعد. كتيبة مصرية سعد الدين الشاذلي يتم تهريب أولاد لومومبا وزوجته من تحت عين العالم المتحضر اللي كان شايف وساكت. مصر هنا مش بتلعب سياسة، مصر بتعمل واجب إنساني بنكهة كرامة. لومومبا اعتقلوه، طلعوه، انتخبوه، عزلوه، حبسوه، اغتالوه. ديمقراطية all inclusive، فيها كل حاجة ما عدا إرادة الشعب. وبعدين قتلوه، مش بس قتلوه، ده دوبوا الجثة في حمض علشان ما يبقاش فيه قبر، علشان ما يبقاش فيه رمز، علشان ما يبقاش فيه حكاية. بس ناسوا حاجة صغيرة قوي، إن الذاكرة مش بتدوب. يناير 1961 اليوم ده لومومبا اتنقل، اتضرب، اتسلم، واتعدم بالرصاص وبقيادة بلجيكية علشان ما ننساش مين كان بيدير اللعبة. وبعدها الجثة تتقطع وتتدوب علشان ما يبقاش في قبر. المشهد ده فكرنا بإيه؟ بإن الزعيم اللي يقول لا للاستعمار، لا للنهب، لا للوصاية، يبقى فجأة ديكتاتور خطر لازم يتشال. بس الغريب بقى إن اللي شالوه قاعدين في نفس المدرج. المشجع ده واقف مش علشان فريقه يكسب، واقف علشان يقول احنا اتسرقنا واتقتلنا واتقال علينا متخلفين، واقف علشان يقول لسه فاكرين ولسه رافعين ايدينا، واقف كأنه بيقول للعالم انتوا لعبتوا الماتش بس احنا فاكرين النتيجة.
في الآخر خالص المشجع ده مش بيشجع فريق، ده بيشجع الذاكرة، واقف رافع إيده مش علشان حكم، علشان التاريخ. ويمكن الرسالة بسيطة قوي: اللي ما يقفش لحقه هيفضل يتفرج طول عمره. شكرا. وأي حد حابب يقف معايا دقيقة حداد على الحقيقة يقف، بس من غير ما يشتكي.